السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله هنعمل معاكم النهاردة صنف جديد، صنف هيوفر معاكم وهيفرط كمان، وهينفع يبقى فطار وينفع يبقى غدا وينفع يبقى عشاء، كمان ينفع إن انت تحطيه سندوتشات لولادك في المدارس أو في الرحلات، بدل بقى تكلفة البيض. عارفين البيض والحاجات دي بقت غالية، بيض لانشون جبنة، العيال زهقوا من الحاجات ديت، وكمان تكلفتها عالية جدا. احنا ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة وهتفرط معايا وهتكفيكي فترة كمان، وبمكون بسيط جدا مش هيكلف معاكي كتير غير هو ربع فرخة بس، فلقة صدر واحدة بس اللي هنعمل بيها المكون بتاعنا. يلا بينا نصلي على الرسول ونسمي الله ونقول بسم الله. اول معايا فلقة من الصدر، فرمتها فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين ناعمة خالص ازاي. بعد كده معايا المكون التاني هو المكرونة. معايا مكرونة سلقتها وخدت منها كوباية حطيتها في الفريزر، بعد ما اتجمدت معايا بالشكل ده كده خدتها بقى وبرضو فرمتها في الكبة فرم ناعم. المكرونة ليه حطيتها في الفريزر؟ عشان انا لو كنت خدتها بعد ما تتسلق على طول وفرمتها كانت هتعجن معايا والدنيا هتبوظ مني، لكن شايفينها بعد ما اتحطت في الفريزر واتفرمت مفرولة معايا ازاي، هي ناعمة بس مفرولة ومش ماسكة في بعضها كده كتلة واحدة. هنجيب بقى طبق واسع وهنحط فيه المكرونة ديت، عبارة عن كوباية من المكرونة قبل ما تتفرم، وهننزل عليها كمان بالفرخة بقى بربع الفرخة اللي احنا فرمناها برضو فرم ناعم. كمان معايا نص معلقة من الثوم المفروم، او ممكن تبشريه او ممكن تدقيه في الهون اللي يريحك، ومعايا نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الاسود، هي دي بس البهارات اللي احنا هنحطها. كمان معايا معلقة ممسوحة من النشا. معايا ده بقى مية بصلاية متوسطة كده، بشرتها وخدت المية بتاعتها. انا ما خدتش التفل بقى حطيته بقى في الفريزر مرة تانية نستخدمه في اي وصفة تانية. خدت المية بس وحطيتها وعجنها كويس جدا. انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى لينة، هتلاقيها بتلزق كده في الايد، مش ماسكة نفسها زي ما حضراتكم شايفين كده. العجينة كده طرية، انا لو مسكتها هتلزق في ايدي كده. خلاص هي ده القوام بتاع العجينة بتاعتنا اللي احنا عايزينه. معايا بقى كيس تلاجة، هحط فيه نص الكمية، اكتر من نصها، لان انا هعمل 2 رول. واحد ما شاء الله هيبقى سميك شوية والتاني هيبقى رفيع. لما جيت احطهم الاتنين في مع بعض هيبقى تخين قوي، ده غير ان هي الرول بتاعي لسه هينشف لما يجي يستوي. طبعا لو انتي عندك استرتش راب هيسهل معاكي اكتر، تلفيه وبعد كده تلفيه في ورق فويل هيبقى اسهل. ما عندكيش هتعملي زي ما انا بعمل كده، ان الجيش بيقولك اتصرف وما تقفش. فانا جبت كيس تلاجة حطيته رول ولفيته بالعرض بالشكل ده، بعد كده جبت كيس تلاجة تاني وهلفه بالطول، علشان الكيس الاولاني ما يفتحش مني وما يدخلش فيه مية، لان انا هسويه في قلب المية. هلفه كده رول برضو بالطول، وهحاول اضغط عليه كده علشان اكبسه في بعضه، وفي نفس الوقت يعني اخرج اي هوا منه، وهربطه زي ما حضراتكم شايفين كده. هعمل بقى كمان الرول التاني هيبقى ارفع من ده، بس طبعا لما يستوى زي ما انا قلت لكم هينفش كده وهيتخن، يعني هتبقى يعني ما شاء الله حجمه هيبقى حلو. ده الرول التاني اهوت اللي انا عملته اهو، واحد ما شاء الله سميك والتاني رفيع شويه. بعد كده جبت كيس، جبت استك اللي هو من الاساتك اللي هي بتاعه الفلوس دي، او لو مش متوفره عندك ممكن تجيبي خيط، فتلة خيط وتربطيها بالشكل ده، علشان بس الكيس اللي هو التاني ما يفتحش معايا وينفخ معايا في قلب المية كده، لا يبقى ايه ماسك حلو كده، رول برضو زي ما هو موجود كده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا هعمل معاكم الرول التاني كده، هلفه وهضغطه علشان برضو يخرج الهواء من جوه. بعد كده هربطه بقى بالاستيك اللي معايا ميه مغليه، هحط فيه الرول وهغطيه وهسيبه كده حوالي ساعه. باذن الله بعد ساعه بتلاقيه استوى. بعد كده بقى يعني بجربه بقى بشوفه استوى ولا لا. معايا خله طلعت نظيفه حطيتها فيه وطلعت نظيفه زي الفل. يعني لو لقيتي ليها لسه الخله فيها حاجه من الرول، لا رجعيها تاني في قلب المية تكمل بقية السوا بتاعها. لكن الخلة معايا كانت طالعة نظيفة وزي الفل فخلاص.
هنبدأ نفكه بقى من الأكياس اللي إحنا حطيناه فيها. طبعًا هيتفك معايا بسهولة جدًا، هو لإن الكيس بس كان سخن فمانيش عارفة أمسكه، بس هو اتفك معايا وطلع معايا بسهولة جدًا، لإن هو استوى يعني خلاص كامل السِوَى زي ما بيقولوا. خلاص بعد كده ممكن تقدّميه بالشكل ده، تقطّعيه بالشكل ده، بس أنا حبّيت إن أنا أدّي له لون. معايا معلقة من الصلصة دهنتها كده وادّيته وِش كده في نقطة زيت على البوتاجاز لحد ما خَد الوِش الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، خَد اللون ده. أنا حبيت بقى إن هو يبقى ليه طعم مدخّن شوية كده، اللي هو طعم المشاوي. جِبت فحماية حطيتها على النار وهاحط عليها نقطة زيت، وبعد كده هاجيب حاجة كبيرة كده وأكمره في بعضه علشان ياخد طعم الشوي. طبعًا مش حابين الخطوة دي براحتكم، هي الخطوة دي اختياري، بس بتدّي له طعم ونكهة المشاوي. بعد كده هاسيبه بقى في التلاجة حوالي ساعتين أو 3 ساعات يبرد، ما تقطعوهوش وهو سخن، هيتهرى منِّك وهيتفرفت خالص. أنا في الحالة دي سِبته لحد ما برد حوالي ساعتين، من ساعتين ل3 ساعات، برد خالص. بعد كده بقى من السهل معايا إن هو يتقطّع بسهولة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تقطّعيه بقى شرايح زي شرايح اللانشون بسمك شريحة اللانشون، أو بالسمك اللي حضراتكم شايفينه ده. أنا كنت مقطعاه بسمك أكبر شوية، بسمك تخين. شايفينه بيمط إزاي، شايفين الشكل بتاعه من جوه وطعمه جميل جدا، وولادك كمان هيحبوه، وهيبقى تغيير ليهم في السندوتشات بتاعة المدارس. بدل ما بيض بقى ولانشون والجبن، لا تغيير ليهم، وكمان هيفرط معاكي كتير. لو قطعتيه بسمك أرفع من كده هيفرط معاكي كتير جدا وهيكفيكي فترة معتبرة يعني. شايفين ده الشكل بتاعه، وده الرول الصغير اللي حضراتكم شايفينه ده، برضو يعني نفش معايا وبرضو الحجم بتاعه كويس. كده الفيديو بتاعنا خلص، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.